لو ما فيش ده في يومك اعرفي ان انت بيقودك السلبي غصب عنك. كن انت القائد لافكارك ولا تترك افكارك تقودك. ما تسيبش نفسك كده، وجه نفسك. يعني وجه نفسك كل يوم لازم يكون ليك حاجه انت شغال عليها. اقعد كده واجيب ورقه وقلم، في كده مساحه المفروض تقعد بينها وبين نفسك. طيب انا النهارده ايه اللي انا عايزه؟ انا عايزه مثلا، انا عندي هدف مثلا اسماء 1 2 3. طيب ومع اولادي عايزه عندي هدف 1 2 3. انا كنت عامله الحاجات دي كلها في كورس التزكيه، هتلاقوه برده على القناه في البلاي ليست، هتلاقوا كورس التزكيه كنت منزلاه في نهايه السنه اللي فاتت. لازم كل يوم اخلي افكاري تقاد في اللي انا عايزاه. مديتيشن، افكر دايما، اشوف صورتي اللي انا عايزاه، اشوف صورتي مثلا انا مع جوزي، انا مع اهدافي. بدل ما انت تيجي تنامي بالليل تفكري في المشاكل وفي القلق وفي اللي حصل، لا، فكري انت عايزه ايه. والله مرحله قبل النوم دي تغيير لمجرى حياتك، لان دي ظنون، دي افكار، كل ده بيخلق جوه، ربنا سبحانه وتعالى بينفذه لك على طول، لان انت ظنيتي فيه وكنت واثقه انه هينفذه. لو ما فيش ده في يومك اعرفي ان انت بيقودك السلبي غصب عنك. ودايما كنت اقول لهم لو عندكم هجوم افكار سلبيه كتير، عندي كورس اسمه عين اليقين، ده حلو قوي قوي، شغال على الافكار. او خدي تمرين 3 في 5. 3 في 5 ده رهيب، بينسف فعلا الافكار. تقدري تتواصلي مع الفريق وخدي التمرين ده، قوي جدا جدا جدا، هيفرق معاكي. ده من غير فلوس خالص، بس هيفرق معاكي.